السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاملين بقى شوية بسارية ما شاء الله بألف هنا وشفا. ولا تقولي لحمة ولا تقولي فراخ، ولا لحمة ب350 ولا فراخ ب80. هنعمل النهاردة شوية بسارية ما شاء الله بألف هنا وشفا. شوف البسارية بتتكلم عن نفسها، صاحية كده وهي مقلية، صاحية وهي مقرمشة، حاجة كده حلوة. نبتدي بقى نشوف هنعملها ازاي. دي البسارية بتاعتنا صبحة وجميلة، بس هي صغنونة شوية لأن البسارية اليومين دول صغننه علشان لسه في اول الليالي القمريه بتاعتها. فهي احنا جبناها وغسلتها كويس، شلت الراس بتاعتها وشلت اللي بطنها وغسلناها كويس، ونبتدي بقى نتبلها مع بعض. هنجيب الاول الملح بتاعنا، نحط ملح بس مش كتير، حطي ملح خفيف لانها صغيره ومش بتستحمل اي ملح واي حوادق. وبعدين تحطي الكمون والفلفل الاسمر والشطه بتاعتك، وتحطي لها حبه شطه حلوين كده عشان تبقى مشطشطه وانت بتاكليها طعمها حلو، مش تبقى بارده وملهاش طعم. لازم الاكل يكون مشطشط كده عشان يكون طعمه حلو. وتجيبي نص ليمونه كبيره او ليمونه كامله صغيره، انا جايبه نص ليمونه حجم كبير، وترشي الليمون عليه كله علشان تشيلي الزفاره بتاعه السمك. وطبعا السمك ما يستغناش عن اي نوع سمك، ما يستغناش عن الليمون. وتجيبي معلقه مليانه من الثوم، معلقه كبيره كده، وتقومي مقلباها كلها مع بعضيها. تقلبيها كلها بايديكي، ما تقلبيش بمعلقه ولا تقلبي بحاجه، لازم تفضلي تشيلي وتحطي فيها بايديكي كده بالراحه، يا دوب خففي خففي كده علشان ما تتهريش معاكي، لان انت عارفه ان البسله بتبقى ضعيفه وطريه ومش بتتحمل. ونجيب الدقيق بتاعنا، هتجيبي دقيق بس تضيفي عليه يا دوب ملح بسيط خفيف قوي كده، وتجيبي معلقه نشا واحده بس، ما تجيبيش نشا اكتر من معلقه واحده لان هي مش بتستحمل النشا الكتير. انتي كده تقلبي الدقيق مع النشا كويس كله، وبعدين نغلف بيه البسارية بتاعتنا. بس ما كتريش النشا قوي علشان ما تنشفهاش، لانك ساعات بتجيبيها من المحلات جاهزه تلاقيها ناشفه، تيجي تاكليها تلاقيها جامده في الاكل وناشفه، فطبعا مش بتتاكل. فانت لما تحطي معلقه واحده بس نشا هتخليها طريه وتديكي اللون الجميل الذهبي، وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه وحلوه. تقلبيها كويس في الدقيق بايديكي، ما تقلبيهاش بمعلقه خالص، ما تحطيش فيها معلقه خالص وانت بتستعمليها. وبعدين تنفضيها كويس بايديكي كده علشان الدقيق، البواقي الدقيق اللي متعلقه على وشها تنزل. وهي دي الطريقه الصحيحه لقلي البسارية، اعمليها بس بالخطوات دي وانت مش هتندمي. احنا كده بنعمل شويه شويه، ما تعملهاش كلها علشان ما تلزقش ببعضها والدقيق يتشرب عليها وتلزق في بعض. تعملي شويه وبعدين تقلي، وتعملي اول باول كده، ما يعني مش تعملي الكميه كلها مره واحده، لا، اول باول تحمري وبعدين ترجعي تعملي تاني وتكملي. وهي دي الطريقه الصحيحه الكويسه للبسارية اللي ما فيهاش كلام. وكده شوفي عملت شويه همت وما فيهمش دقيق. ونشوف بقى هتتقلي ازاي. هتجيبي الزيت وتسخني الزيت قوي علشان خاطر تاخد صدمه معاكي. ايوه كده، تحطي كده واحده جنب واحده كده، مش تحطي كله على بعضه عشان ما تلزقش، لازم تكون واحده جنب واحده كده علشان البسارية صغننه، ما بتحتاجش ان انت تقعدي تقلبي وتحطي وتشيلي وتعملي، لا، هي مش زي السمك الكبير، هي مش بتستحمل. وتقومي جايبه بجنب كده وحاطه، وتهزي المقلايه وتحطي وتقلبيها كده زي ما انت شايفاني بعملها ازاي، علشان هي مش بتتحمل خالص وما تتكسرش منك. لازم ان انت تعمليها بهدوء. ايوه شوفي انا عاملاها كده، لازم تقلبي كده بالمقلايه، لو ليها ايد ما لهاش المقلايه ايد قلبي بس بالراحه وبرقه كده علشان ما تقطعش منك ولا تتكسر. هي ديت الطريقه الصحيحه للبسارية بتاعتنا، بس حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. شوفي اللون بقى ذهبي وجميل ازاي. ما تقلبيهاش الا لما تحسي ان هي مسكت خلاص نفسها. ايوه كده، تعملي واحده واحده تقلبي وبعدين تطلعي لما تحسي انها استوت، وما تغمقيش اللون، يعني ما تخليهاش حمراء قوي، يعني انت حاطه النشا والنشا هيغيب على ما يديك اللون الجميل الذهبي ده. ودي النتيجه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. تسلم ايديا ما شاء الله عليا، والله العظيم شويه بسارية ولا كلمه، ولا هي ناشفه وجامده في الاكل، ولا هي طريه ومش بتقرمش، حاجه كده حلوه. شوفي جميله ازاي، بتتكلم عن روحها، بتقولك انا اهو، انا صاحيه، مش مقليه وطريه، لا، انا صاحيه ومقرمشه ما شاء الله، بالهنا والشفا. واللي اول مره تشوفي القناه بتاعتي تعمل لايك وتعمل متابعه للقناه. طب بالله عليك البسارية الحلوه دي ما تنفعش تعملها متابعه؟ دي لازم تعملها متابعه وتعملي لها لايك جميل وحلو كده، وتقولي لي على رايك في التعليقات، وهستنى رايك في التعليقات.